سنة 99 كان رامي إمام ابن النجم عادل إمام سايق عربيته في الساحل الشمالي. الدنيا ضلمة والشوارع ما كانتش زي دلوقتي طبعا. فجأة لقى نفسه ده الست بالعربية في شارع أبو تلات. نزل حطها في العربية وراح جري على المستشفى. أول ما وصل قالوا له الست ماتت. المشكلة هنا إن الست دي كانت من البدو، فبقى في طار بين عادل إمام والبدو. ومن ساعتها وإيه اللي حصل وإيه هي كواليس أشهر صلح في مصر وإيه حكاية كلمة الشرف اللي أنقذت حياة عادل إمام وابنه. للأسف الست كانت كبيرة ومعدية ال55 سنة ومن قبيلة اسمها العجرمة. المرحومة دي كان فرح عيالها الاتنين في الفترة دي. الفرح ده قعد 10 أيام، وفي آخر يوم واحدة قريبتها ما كانتش حضرت الفرح، فالست بتعدي الطريق عشان تروح تشوف قريبتها ما حضرتش الفرح ليه، والطريق كان كله ضلمة. راح رامي إمام ابن عادل إمام خبطها بعربيته. رامي ما هربش ولا جري زي ما ناس كتير كانت بتقول أو ممكن تعمل، لا ده نزل على طول وشال الست ووداها أقرب مستشفى. لكن للأسف كانت حالتها صعبة جدا ولفظت أنفاسها الأخيرة هناك. بعدها راح بنفسه القسم وبلغ عن اللي حصل وتسجلت عليه قضية قتل خطأ. وبصراحة ده كان تصرف سليم جدا. وحاجة كمان مهمة، الزعيم عرف يربي. هنا بقى الموضوع موقفش عند القانون والمحكمة، لأن المنطقة دي فيها قبائل بدوية ليها عادات وتقاليد خاصة، وكلنا طبعا نسمع عن البدو وعن عاداتهم. قوانين مختلفة شوية ملهاش دعوة بقوانين الدولة خالص. الناس دي عندهم القتل حتى لو كان خطأ له حساب تاني خالص. لازم يتعمل مجلس عاجل لشيوخ القبيلة وكبارها ويتناقشوا في الموضوع. ومن ضمن العادات دي إن الشخص اللي تسبب في القتل لازم يروح بنفسه ويقدم الكفن بتاعه ويحطه تحت رجل والد القتيل أو اللي بينوب عنه، يعني كنوع من الاعتراف والخضوع. وكمان لازم يدفع دية قيمتها 150,000 جنيه لو القتيل راجل، ونص المبلغ لو هو ست، يعني ما يعادل 75,000 جنيه حسب التقسيم الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين. عادل إمام في البداية حاول يحل الموضوع بشكل هادي، فبعت مندوب عنه لشيخ القبيلة ومعاه شيك ب150,000 جنيه، رغم إن الحالة ست يعني المفروض 75,000 بس، لكنه كان عايز يقفل الموضوع بأي شكل. لكن المفاجأة إن شيخ القبيلة رفض تماما وقال إن الفلوس مش كفاية ولازم يتم اتباع العادات والتقاليد بالحرف، وإن عادل إمام بنفسه لازم يجي هو وابنه ويكملوا الإجراءات بنفسه. الزعيم في الأول رفض الفكرة، طبيعي خاف على نفسه وخاف على ابنه، والموقف كله كان متوتر وخطر جدا. فحاول إنه يدخل وساطات ويبعت عن طريق رجال المباحث رسائل لشيوخ القبيلة يعني عشان يهدوا الموضوع، لكن الرد كان رفض قاطع. مش بس كده، القبيلة رفضت حتى إنها تقيم العزا للست المتوفية، وقالوا بمنتهى الصراحة كده مش هيبقى في عزا غير لما عادل إمام وابنه يجوا بنفسهم، ولو ما حصلش كده إحنا هناخد حقنا بطريقتنا. والمقصود طبعا القصاص والثأر. الوضع بقى صعب جدا وفي تهديد حقيقي لعادل إمام وأسرته، وناس كتير حذرتهم لأن البدو ما بيهزروش. اللي احتك بيهم وعارف عاداتهم وتقاليدهم هيقولك إنهم ما بيخافوش وبيدخلوا أي مكان يكسروه وبعدين يقعدوا يتفاهموا، بس بعد ما يكونوا أخدوا حقهم والطار بتاعهم. الطار عندهم مش تهريج خالص. المهم عادل إمام زود الحراسة المشددة على بيته، لكنه رغم ده كله قرر إنه يقعد مع أصحابه المقربين ويستشيرهم في الموضوع. الناس اللي حواليه نصحوه إنه يروح، لكن بشرط إنه يبقى في ضمان حقيقي لحياته هو وابنه، وإن القبيلة تدي كلمة شرف بالأمان. وبالفعل تم التواصل وشيخ قبيلة العجرمة وافق وقال إن كلمة الشرف منهم كفاية جدا لضمان سلامة عادل إمام وكل اللي معاه. لكن في شرط مهم، مفيش أي وجود للشرطة ولا أي حراسة مسلحة بشكل ظاهر، لأن الزيارة دي زيارة صلح وسلام. عادل إمام ارتاح نسبيا للرد ده واتحرك بسرعة واتصل بأقرب الناس ليه، كان منهم المنتج سمير خفاجة وأخوه عصام إمام وزوج أخته الفنان مصطفى متولي، وكمان رجل الأعمال شامل الغزالي والد زوجة رامي، ومعاهم شوية من قرايبهم. وتكون وفد كبير وصل حوالي 20 شخص، كان من ضمنهم 5 أفراد من البودي جارد، لكن فعلا من غير سلاح ظاهر، كانوا موجودين وسطهم لتأمينهم، يعني لو حصل أي حاجة كأنهم قرايبهم. في نفس الوقت تم إبلاغ مديرية أمن اسكندرية ومباحث وزارة الداخلية عشان يبقوا واخدين احتياطاتهم من بعيد من غير تدخل مباشر. قبيلة العجرمة جهزت صوان عزا كبير جدا في منطقة أبو تلات في الساحل الشمالي، يعني على بعد حوالي 20 كيلو من اسكندرية. وفي اليوم المحدد الشرطة قامت تقفل مداخل ومخارج المنطقة كلها كإجراء احترازي من بعيد. وصل موكب عادل إمام أكتر من 10 عربيات
مرسيدس وشروكي، ونزل هو وابنه رامي وكل اللي معاه. بعدها دخلوا الصوان وقابلوا أهل القبيلة وسلموا عليهم، وده كان في حد ذاته إشارة إنهم جايين للصلح وإنهاء الأزمة. رامي كان متأثر جدا واعتذر بنفسه قدامهم، وطلب منهم إنهم يطبقوا عاداتهم وتقاليدهم زي ما هم شايفين. لكن المفاجأة الكبيرة إن أهل الست المتوفية رفضوا ياخدوا الدية خالص، رغم إنها حقهم، يعني على حسب تقاليدهم وعاداتهم، وقالوا إن مجرد حضور عادل إمام وابنه وتقديمهم واجب العزاء كفاية جدا بالنسبة لهم. بعدها تم استدعاء شيوخ القبائل التانية في المنطقة، وتمت مراسم الصلح بشكل رسمي، وتعهدوا كلهم إن الموضوع انتهى ومفيش أي خلاف تاني. عادل إمام شكرهم جدا على موقفهم وشهامتهم، وهم كمان قالوا له إنهم عارفين قيمته كويس وعارفين حب الناس ليه في مصر وفي الوطن العربي كله، وعشان كده قرروا يتنازلوا عن حقهم وعن كل الإجراءات. وفي نهاية الزيارة عادل إمام وعدهم إنه هيكرر زيارته ليهم تاني، وقال إن الحياة عندهم أبسط وأجمل بكتير من دوشة وزحمة المدينة. وبكده أنا خلصت حكاية النهاردة من حكاية المشاهير. هستنى تعليقاتكم وهقراها كلها، وأشوفكم في حكاية جديدة. سلام.